السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت نعلق على وش الصلاة لن ينمو في اليونسكو بسبب التراث الجزائري الذي يحاولون سرقته بالقوة. نعم، أصبح اليوم بالقوة، حيث تم الاعتداء على أبناء وطننا بالتشابك بالأيدي. والله غير سوريو، انتم يا الجيران بهذه السلوكيات راكم تقولوا يجب نحن لا نحب تراثنا ونريد تراثكم. لازم تتقبلوا تراثكم مهما كان سيء. هذا داخل في شخصية وهوية كل إنسان، وراكم تتهمونا باللي احنا سرقنا تراثكم. لو نتحدث بالمنطق، كيف لبلد مثل قارة به شعوب وأعراق وثقافات مختلفة يسرق من دولة بحجم ولاية في الجزائر؟ هل يمكن للسلطان أن يسرق الخادم؟ جاوبوني بالله عليكم. في الأخير، باش ما نطولش كلامي، الجزائر بلد قارة كبيرة بحجمها واختلاف شعوبها، حيث كل منطقة لها ثقافات وأعراف مختلفة تختلف عن الأخرى، كأنك سافرت من قارة إلى قارة، ليس من بلد إلى بلد، بل من قارة إلى قارة. كما أن قد مر على هذا البلد العديد من الحضارات المختلفة عبر الزمن. كل هذه المعطيات ساهمت في إثراء الموروث الثقافي وجعلته ثروة يحسد عليها. خليكم مع هذه الصور لبعض الملابس الجزائرية الفخمة وبعض المناطق من الجزائر. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، واش رأيكم انتوما، وما تنسوش تابوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.